تاني فيديو عن اهم 5 حاجات ما تعملهمش لو انت مصاب اصابات نخاع شوكي، عشان دول هيأخروا التحسن بتاعك او مش عايز افاجئك واقول لك هيوقفوا التحسن بتاعك اصلا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. لو انت مريض باصابات نخاع شوكي، دول اهم 5 حاجات ما تعملهمش، عشان دول هيأخروا التحسن بتاعك وممكن يوقفوه اصلا. اول حاجه لازم ترجع للفيديو الاول وتشوف ال5 الاولانيين لان هم دول مهمين جدا. تاني حاجه يلا بينا نتكلم على ال5 الباقيين. اول واحد فيهم او اول مشكله بتواجهنا هو المشي المبكر. اوعى تفرح ان انت لبست كبيره وماسك مشايه وثلاث اربع دكاتره بيرفعوا لك رجلك وتتحرك من هنا وتتحرك من هنا وتلبس كبيره لغايه صدرك من فوق واقول انا كده جبت تحسن معاك وانا كده قادر امشي وكده قادر تتحرك في ظرف نص شهر او في ظرف مش عارف 10 ايام، والكلام اللي احنا بنسمعه ده مفيش اي حاجه مثبته علميه بتقول الكلام ده. ليه؟ لان انت ماشي بطريقه توتالي غلط 100%. كل العضلات بتاعتك مش ماشيه ومش شغاله صح، ومش المفروض اصلا ان انت تمشي بالشكل ده. فبالتالي ما تعملش الحاجة دي، لازم توقفها شوية، لازم تستنى شوية وتشوف الجذع بتاعك اخباره ايه وتشتغل على العضلات بتاعة الجذع وتشتغل على الحاجات دي كلها عشان توصل لأحسن شكل او احسن كفاءة في المشي بتاعك. فلازم تعمل الحاجة دي واحدة واحدة عشان نمشي صح، وعشان نختار الجبيره صح، وعشان الجبيره بدل ما انا لابسها لغايه هنا نبقى لابسها لغايه الركبه، فتبقى مقلله الحمل عليك، فالدنيا عندك تتحسن واحده واحده. كمان عشان تتفادى ان يحصل اي اصابات في اي مفصل ليك، زي مثلا مفصل الركبه. بنشوف كتير ان مرضى بيبقى رادد مفصل الركبه رادد لورا، بيبقى ماشي رجله عامله زي الموزه كده، ده بنشوفه كتير. وعايز اقول لك انها لو وصلت لدرجه معينه هي ملهاش حل، خلصنا ما دام وصلنا للدرجه دي مش هنعرف نحلها. فعلينا بايه بقى؟ لازم نفكر الاول ونشوف ان احنا ما نوصلش للحاجه دي وما نستعجلش في الوقوف والمشي بسرعه بسرعه بسرعه. تاني مشكله هي اهمال عضلات الايد. عضلات الدراع بتاعنا لازم تكون مهمه جدا جدا، نفس اهميه عضلات الرجل. يكاد يكون ان العضلات دي اساسا مهمه اكتر من الرجل. ليه؟ لان انت في المرحله اللي جايه انا هحتاج اصلا عضلات ايدك اكتر من عضلات رجلك. لما اجي اعلمك ازاي تنقل نفسك من على السرير للكرسي او من الكرسي للسرير، او اعلمك ازاي تقف بمشايه اول مره، او ان احنا نقف على الحاجات بتاعه الوول بار اللي هي الحاجات الخشب اللي بتبقى محطوطه على الحيطه والحاجات دي، كل الاستخدامات في الاول هبقى مستخدم ايدك او هبقى معتمد اعتماد كامل على ايدك. فتخيل ان انت ما دربتش ايدك من ساعه الاصابه لغايه دلوقتي، الدراع كله ما فيش اي حاجه اتحركت فيه، فبالتالي الاصابه بتاعتي او الحركه بتاعتي هتبقى متاثره. فانا عايزك في الفتره الاوليه ليك او في كل الفترات بتاعتك لازم تشتغل بكفاءه عاليه جدا او بكثافه عاليه جدا على العضلات بتاع الدراع. وكنا اتكلمنا وعملنا فيديو كامل عن اهم التمارين اللي احنا ممكن نعملها للدراع، فلازم نرجع له ونحفظ التمارين دي ونبدا نعملها. والمميز في التمارين دي ان انت هتعرف تعملها في البيت، مش لازم دكتور يبقى معاك، حاجات بسيطه جدا وهتعرف تعملها. ثالث مشكله هو ان احنا بنخترع في الدواء. يعني ايه بنخترع في الدواء؟ تخيل ان انت رحت مركز علاج طبيعي، فبما ان المركز ده مركز اعصاب فاحنا قاعدين مع كل المرضى بتوع الاعصاب، فبتكلم مع محمود يقول لك انا باخد دواء كذا كذا عشان الشد، فاتكلم مع محمد يقول لي انا باخد كذا كذا عشان مش عارف كذا، فابدا ان انا اجمع اسماء الادويه دي واخدهم. دي حاجه غلط 100%. ما ينفعش خالص ان احنا نعمل ده، لان كل جسم مننا بيبقى مناسب ليه ادويه معينه، وكل دواء بيبقى ما ينفعش يتاخد معاه دواء معين. يعني مثلا لو انا باخد دواء سين ومحمود ده بياخد دواء صاد، لو انا خدت نفس الدواء بتاع صاد ده مع الدواء سين اللي انا باخده، الاثنين هيتفاعلوا والاثنين هيكنسلوا بعض اصلا، فبالتالي انا كاني ما باخدش ادويه. فلازم في حته الادويه دي نتحرى دقه شويه، ولازم ان احنا نرجع لدكتور المخ والاعصاب بتاعنا. في منكم بيزهق شويه من هو المرواح بتاع الدكتور، يقول لا الدكتور ما بيكتبليش حاجه جديده، ما بيعملش كذا. ده حاجه مش صح خالص. لازم الدكتور يشوف الادويه بتاعتك المناسبه ايه هي، ويبدا هو اللي يعمل لك التركيبه بتاعت الادويه، لان في ادويه بتتفاعل مع بعض وبتلغي اعراض بعضيها او بتلغي التفاعل بتاع بعضيه. فبالتالي لازم ناخد بالنا من الحته دي، ومش اي دواء اسمعه اروح على طول اخده. لازم ناخد بالنا جامد من الحته دي. وكمان مش الجرعه اللي هتناسبني هتناسب غيري، كل واحد فينا ليه وزن معين، ليه عمر معين، ليه ظروف معيشه معينه، دي بتبقى مختلفه باختلافنا، فلازم الجرعات بتاعتنا كمان تكون مختلفه. فناخد بالنا من النقطه. رابع مشكله هي المشاكل الجنسيه بعد اصابات النخاع الشوكي. المشاكل دي بتحصل كتير جدا في الحالات، وده طبيعي جدا لان الاصابه بتبقى جايه على الفقرات الصدريه او الفقرات العنقيه او الفقرات القطنيه، والثلاثه هيأثروا
بيأخروا في الحته بتاعه المشاكل الجنسيه. ناخد بالنا ان المشاكل الجنسيه لازم يحلها دكتور مخ واعصاب ودكتور مسالك بوليه ودكتور علاج الطبيعي. دول 3 لازم ال3 يشتركوا في علاج الحاجه دي. ما تجريش ورا اي دواء مكتوب ان هو بيساعد مش عارف في الانتصاب، بيساعد مش عارف كذا. مفيش حاجه اسمها كده. الادويه لازم تتاخد بشكل معين، ولازم زي ما قلت لك انها بنشوف التفاعلات بتاعتها مع الشد اللي عندك، مع ضعف العضلات اللي عندك، مع القسطره اللي انت لابسها، مع الكلام ده كله. وما تجريش ورا اسماء عمليات كبيره او في عمليه بيعملوها بتعمل كذا كذا كذا. ما تعملش كده. كل واحد منكم مختلف عن التاني، فبالتالي لازم يتعمل لك فحص كامل للحاجه دي عشان نبدا نحدد انسب طريقه ايه هي. وعايز اقول لك كمان ان الهدف بتاع كل مريض مختلف عن التاني، الاهداف مختلفه والاعراض مختلفه والمريض نفسه مختلف. فازاي العلاج يبقى واحد؟ لازم ال3 يتعمل لهم تقييم كامل ونشوف ايه هو انسب طريقه مع دكتور المخ والاعصاب، مع دكتور المسالك البوليه، ومع دكتور العلاج الطبيعي المتخصص لعضلات الفوق. يحطوا دماغهم في دماغ بعض ويشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، ويبداوا يطلعوا لك البرنامج او انسب حل لمشكلتك. خامس واهم حاجه في ال10 نقط اللي اتكلمنا فيهم سواء في الفيديو ده او في الفيديو الثاني هو المكان اللي انت بتعمل فيه تاهيل. لازم تاخد بالك من العياده اللي انت بتروح فيها او المركز اللي انت بتروح فيه ان المكان ده يكون مجهز لحالات الاعصاب، المكان ده يكون بيستقبل حالات اعصاب، المكان ده يكون فيه الدكاتره اللي شغالين فيه مؤهلين للتعامل مع حالات المخ والاعصاب. لان التعامل مع مرضى المخ والاعصاب خصوصا النخاع الشوكي مختلف شويتين 3 عن اي مشاكل بتقابلنا تاني. فلازم اي مكان انا اروحه ابقى عارف ان المكان ده مناسب ليا، والدكاتره دي دارسه كويس جدا، والدكاتره دي متخصصه في الايه اصابات المخ والاعصاب خصوصا اصابات النخاع الشوكي. دي حاجه لازم تاخد بالك منها ولازم تشوفها، ولازم تكون هي دي المحرك الاساسي ليك في كل حاجه. لان احنا بنقابل حالات كتيره بتجيلنا بعد 8 9 10 شهور، ويبقى في خلال ال 8 9 10 شهور ده راح لعياده جنبه، راح مش عارف على حد في اواخر الشارع، راح عمل كذا، والنتائج بتبقى سيئه جدا. مع ان لو هو كان بدأ بشكل مناسب او بشكل كويس مع مكان كويس ومكان فاهم هو بيعمل ايه، كانت النتيجه بتاعته هتكون في حته تانية. فلازم ناخد بالنا من النقطه دي. بكده نكون اتكلمنا معاكم عن اشهر 10 اخطاء سواء في الفيديو ده او الفيديو اللي فات ممكن ياثروا على التحسن بتاعك. بس عايز اقول لكم ان ده مش النهايه او مش دول اهم 10 بس. كل شويه بيطلع لنا اخطاء مع المرضى اللي احنا بنشوفها، فكل ما هنجمع لكم اخطاء كل ما هنطلع بفيديو تاني نتكلم معاكم عن الحاجات دي. لان الحاجات البسيطه دي معرفتها بتخلي او بتختصر عليك اختصار كبير جدا في الوقت، وبتخلي التحسن بتاعك يحصل في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. في اخر الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشاركوا الفيديو ده مع اي حد مصاب بالامراض العصبيه. دي حاجه ممكن تنقذ المريض بتاعنا وتحافظ على وقته وصحته والتحسن اللي المفروض يوصل له. نشوفكم على خير ان شاء الله.